علشان كده بحذر مليون مرة محدش يبعت الفيزا بتاعته لحد مهما كان مين، محدش يشحن في موقع ما يعرفوش، محدش يدفع بالفيزا بتاعته في طلب اونلاين. بلاش، ادفع كاش احسن. الفيز يا جماعة بتتسرب وبتروح على الديب ويب والدارك ويب. الكلام اللي انا بقوله ده للتوعية الامنية. خلي بالك الفيزا ممكن يكون فيها مبلغ كبير زي ما انت شايف كده وبتتباع بسعر رخيص جدا. خلينا نشوف حاجة تانية. حاجة زي كده دي داتابيز بتاعت شركات، شركة زي مثلا ابل، شركة مرسيدس، ايا كان. الداتابيز بتاعتها بتتباع كلها بأسعار رمزية، يعني بأسعار لا تذكر. ويعني تخيل مثلا حاجة ب27 دولار يديك داتابيز حوالي 400,000 شخص أو مستخدم. خلينا نشوف حاجة تانية برضو. النقطة دي كنت عايز أتكلم فيها. موضوع الموبايلات الرخيصة والحاجات دي، منتجات أبل، منتجات سامسونج، كل الكلام ده يعني موجود زي ما انت شايف على الدارك ويب. فخليني بس اوريك حاجة كمان، اخر حاجة عشان ما اطولش عليك الفيديو. دي فيز بتبقى زي ما تقول كده، مش عارف اقولها ايه، يعني مش محدد فيها المبلغ يعني. تعالى اتفرج كده، بيديك بياناته، اسمه، برصيده قد ايه، نوع الكارت، كل الحاجات دي بقى بيبعتها لك في رسالة. وبص بكام يعني. خلينا نبص الفيزا اللي 185 دي فيها قد ايه؟ فيها 3500 دولار. يعني تخيل انت فيزا ب185 دولار فيها 3500 دولار. يعني يا جماعة نخلي بالنا وبلاش نشحن الفيز بتاعتنا على النت مهما كان الموقع ايه. الحاجات دي بتتسرب.